انت عارفة انك بتستخدمي الغسول غلط؟ تعالي اقولك تستخدمي الغسول ازاي. اول حاجة تغسلي ايدك بالمية والصابون، وده عشان يمنع اي ميكروبات ان هي تتنقل من ايدك لبشرتك. بعد كده اغسلي وشك بمية عادية خالص، خدي حتة صغيرة على قد عقلة صباع عشان تغسلي بيها وشك. ما تدوسيش على غسول للاخر وتخلصيه، انت مش محتاجة الكمية دي كلها. بعد كده دلكي الكمية البسيطة دي على وشك كله، وندلك الغسول بالراحة، ونسيب الغسول على وشنا دقيقة لدقيقتين، وفي الآخر بننشف وشنا طبطبة وبالراحة، والأفضل يتنشف بمناديل. ولازم تعرفي إن عدد مرات الغسول مش مرتبطة برقم معين، ممكن نغسل من مرة لمرتين، مرة واحدة لو يومك بسيط وهادي، ومرتين لو يومك طويل وبتحتاجي تغسلي وشك في آخر اليوم مرة كمان. ولازم كمان تكوني عارفة إن الغسول وظيفته إن هو ينظف بشرتك من الأتربة والميكروبات، وملوش أي وظيفة علاجية، هو بيساعد على الحفاظ على النتيجة. لو أول مرة تعرفي إزاي تستخدمي الغسول أو تعرفي حد كان بيستخدم الغسول غلط، فممكن تعملي لايك واعملي شير عشان غيرك يعرف المعلومة. ولو عندك أي سؤال بخصوص أي حاجة تخص البشرة أو الشعر أو الضوافر ممكن تكتبها لي في كومنت. ممكن تتابعوني على فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو اليوتيوب عشان تعرفوا معلومات أكتر عن بشرتكم وشعركم وضوافركم.